السلام عليكم دكاترة المستقبل، معاكم أيمن عبد الله، والنهارده الفيديو الثاني في مراجعة التكاثر. احنا خلصنا الحتة بتاعت اللاجنسي ودلوقتي هناخد المراجعة بتاعت تعاقب الأجيال. تعاقب الأجيال في حتتين، مثال بلازموديوم الملاريا ومثال الفيوجير. كل الفكرة في تعاقب الأجيال إنك أنت عندك كائن عمل تكاثر جنسي ثم هيعمل لا جنسي ثم يعود يعمل جنسي ولا جنسي وهكذا، عشان كده بنسميها دورة الحياة. تعال نبدأ بلازموديوم الملاريا. بلازموديوم الملاريا ده كائن صغير خالص، كائن وحيد بيتنقل ما بين الناموسة والإنسان، يعني بيخش جوه الإنسان يعيش جواه، بعد كده الناموسة هتاخده تعيش جواها وبعد كده هتدي الإنسان وهكذا. إذا البلازموديوم بيخش جوه الإنسان وبيخش جوه الناموسة، بيتطفل على الإنسان ويتطفل على الناموسة. ده بقى بنسميه عائل، يعني يعول البلازموديوم وده يعول البلازموديوم. احنا مش هنقعد نشرح كل التفاصيل، احنا اتفقنا ان احنا نشرح حاجة اسمها الفنيات، يعني الميوزي والميتوزي. تعال بينا بص يا باشا، الكائن ده لما يقرص ده هيبقى فيه حاجز اسمه الجلد، فلما تقرص الناموسه الكائن اللي اسمه انسان هتسيب في دمه حته خليه بالشكل ده، احنا هنسميها سين، يعني ده كده الطور سين. هسألك بقى انت سؤال، والحاجات ديت اللي هي الفنيات، احنا مش بنشرح الموضوع بتفصيل زي ما قلنا. سين ده هل هو نون ولا 2 نون؟ هتقول لي يا دكتور نون، يعني عنده مجموعة صبغية أو مجموعة من الجينات. طيب هو هيروح فين؟ هتقول لي حضرتك رايح الكبد. جميل. طب هو فرد واحد ولا كذا فرد؟ فرد واحد. طب ايه رأي حضرتك ان هو طلع من الكبد كذا شكل، يعني اقصد مش كذا شكل، اقصد كذا واحد بس بشكل مختلف. طيب الشكل مختلف يبقى نسمي ده طور يعني مرحلة، وده طور يعني مرحلة، يعني هنسمي ده مثلا صاد. طب ده نون ولا 2 نون؟ نون. فانا هجي لك في الامتحان اقول لك نون لنون، نون لنون، ميوزي ولا ميتوزي؟ هتقول لي حضرتك ميتوزي، يبقى حصل جوه الكبد ميتوزي. طب اللي قدامك ده كترنا العدد ولا لا؟ فهتقول حضرتك ده تكاثر. طب تكاثر جنسي ولا لا جنسي؟ لا جنسي. الفنيات بتقول لك ايه بقى؟ ان حضرتك التكاثر اللا جنسي ده ليه؟ عشان احنا بدأنا بفرد وانتهينا بكذا فرد. طب ميتوزي ليه؟ عشان ده نون وده نون. طب المكان فين؟ في الكبد. كده انت ممتاز وبتفهم مضمون الفصل واهم حاجه في الفصل. طيب الخليه بقى ديت اللي هي بنسميها صاد، اللي هي الميروزيتات، هتروح حضرتك على منطقه تانية اسمها ايه بقى المنطقه دي؟ خليه الدم الحمراء. لما نخش خليه الدم الحمراء واحد بس، لو دخل خليه الدم الحمراء هيطلع يا باشا كذا واحد. تمام. هيطلع بقى بنفس الشكل القديم. لا امال ايه الفرق؟ لا حرك هنا لهنا مفيش تغير في الشكل، ولكن هتبقى ديت هي ديت بس حرك الموضوع مجرد بس قطر عدد. اذا ده هنسميه برضو صاد عشان شبه اللي فوق، وهنسميه نون. طيب يبقى كده يا باشا المرحلة أو الطور س ادى الطور صاد وهو في الكبد، والطور صاد ادى الطور صاد كتير في خلية الدم الحمراء. يبقى احنا عندنا مكانين زي الكبد وعندنا مكان زي خلايا الدم الحمراء، هي دي الاماكن المستهدفه من خلال البلازموديوم. طب في كام طور لغايه دلوقتي؟ الطور س والطور ص. طب حضرتك من هنا لهنا نسميه ميتوزي ولا لا؟ نون لنون ميتوزي، صح. طب حضرتك تكاثر ولا لا؟ تكاثر. جنسي ولا لا جنسي؟ لا جنسي. شاطر يا دكتور. يبقى كام لا جنسي حصل في الانسان؟ 2، واحد في الكبد واحد في خلايا الدم الحمراء. طيب الاستاذ ده والاستاذ ده والاستاذ ده هيصيبوا خلايا دم حمراء ثانيه لغايه ما يتكاثروا جوه خلايا الدم الحمراء، تنفجر، تظهر الاعراض. الكلام ده احنا فاهمينه. احنا عايزين الحاجات اللي هي المهمه جدا، اللي هي مثلا ايه؟ ان ده وده لما يصيب خلايا دم حمراء في الاخر هيعمل ايه؟ هيتحول الى طور تاني. الطور ده مثلا له شكل معين بس هو مش علينا الشكل بتاعه او تفاصيل الشكل بتاعته، هنسميه الطور عين. طب هو نون ولا 2 نون؟ نون. بس خلي بالك من حاجه، ان كل واحده من ديت هتحول واحده من دي، يعني هنا مفيش انقسام مفيش تكاثر. يبقى كده كام طور يا باشا؟ 1 2 3. طب كام تكاثر؟ حصل تكاثر هنا، حصل تكاثر هنا. كده يا استاذ العزيز الشكل اللي قدامك ده جه ازاي من الطور صاد؟ عن طريق بس حاجه اسمها تحول، يعني هنا يا باشا مفيش انقسام وحصل حاجه اسمها تحول. طيب الطور اللي اسمه س ده اسمه ايه؟ اسمه يا باشا سبورو زويتات، وده يا باشا اسمه ايه بقى؟ اسمه ميرو زويتات. طب وده اسمه ايه؟ اسمه امشاج غير ناضجه. حلو جدا.
طيب تعالى بقى، الناموسه ديت هتاخد حاجه من دم الانسان، هتاخد عين ولا صاد ولا سين؟ هتاخد عين اللي هو مين؟ امشاج. لما احنا حضرتك ناخد الامشاج دي والامشاج دي تتحول الى مشيج مذكر مثلا ومشيج مؤنث، على اعتبار ان دول كده شكلهم الامشاج، يبقى دي كده هنسميها عين اللي هي برضو الامشاج، وهتبقى نون بس هنسميها يا دكتور امشاج ناضجة. يبقى ده هو الطور اللي اسمه امشاج، بس هنا بنسميها غير ناضجة وهنا ناضجة. طيب لما يكون عندنا مشيج مذكر ومشيج مؤنث، ايه اللي هيتم يا دكتور؟ حضرتك هيتم عملية اسمها عملية اخصاب، وطالما في اخصاب يبقى ده كده يا باشا تكاثر جنسي. طب هل هنا في انقسام؟ لا، لغايه دلوقتي ما فيش انقسام، بس حرك ده وده لما يعملوا اخصاب هيضطر يا باشا ان هو يدينا حاجه اسمها لاقحه، وطالما قلنا لاقحه يبقى اذا 2 نون. دكتور راجع معايا كام طول لغايه دلوقتي؟ ادي 1 ادي 2 وده برضه هو 2 ثم 3 وعندنا طور هو 3 وده كده الطور رقم 4 بالنسبه لنا. ده كله يا باشا بيتم فين؟ بيتم جوه حته او مكان اسمه المعده بتاعه الناموسه. اللقاحه بتتكون جوه المعده بتاعه الناموسه، وبعد كده بتبدا تخش في الجدار بتاع المعده عشان تعدي المعده وبتتحرك وجواها نواه. اذا الطور ده هو الطور ده بس الشكل بتاعه بيتحرك، يبقى نغير اسمه فنسميه طور حركي. طب هو نون ولا 2 نون؟ 2 نون. استنى يا دكتور ارجع كده، من نون لنون هنا في انقسام ميتوزي، من نون لنون في انقسام ميتوزي، لكن من نون ده لنون ده ما كترناش العدد يبقى مش انقسام، يبقى تحول. طب من هنا لهنا مجرد بس تحول. طيب من هنا لهنا اخصاب. طب من هنا لهنا دي ما ادتش كذا واحده من دي، ادت واحده بس، يبقى مش انقسام يبقى تحول. طب حركه الطول الحركي بعد ما يخترق هيبدا ينقسم ويدينا حاجات بالشكل ده وملفوفه كده، فهنسميها كيس بيض. من هنا لهنا كيس البيض ده نون، من هنا لهنا نسميه ميوزي ولا ميتوزي؟ هنسميه حضرتك ميوزي. طيب كيس البيض ده هو كل واحده منهم هتدينا كذا واحده بالشكل اللي اسمه سين ده وسين ده نون اللي هو السبوروزويتات، يبقى كيس البيض كل واحده فيهم هتدينا كذا ميلوزيتايه، يبقى حضرتك هنا الانقسام بتاعه ميتوزي. طيب هنا كده يا باشا في تكاثر، هنا في تكاثر هنسميه تكاثر لا جنسي. يبقى في هنا تكاثر وفي حضرتك هنا تكاثر وفي هنا يا فندم تكاثر وفي هنا يا فندم تكاثر، يبقى كام تكاثر قدامك؟ يبقى 4 تكاثر. ادي تكاثر لا جنسي لا جنسي، هنا جنسي هنا لا جنسي. طيب في كام طور؟ ادي سبوروزويتات ميروزويتات اطوار مشيجيه لاقحه طور حركي كيس البيض، وبعد كده نعيد تاني ونزيد كده يبقى 6 اطوار. كام انقسام؟ حركه عندنا ميتوزي ميتوزي ميوزي ميتوزي. كده احنا خلصنا الشكل اللي قدامنا ده وعرفنا ان احنا عندنا 4 تكاثرات وعندنا كائن وكائن اللي هو العائل والعائل، وعرفنا الاطوار بتاعتنا ماشيه ازاي. الموضوع في الفيوجير اسهل بكتير جدا. حضرتك انت عندك طور بالشكل ده، يعني شكل كائن بالشكل ده بنسميه اسم، وفي شكل تاني اللي هو بالمنظر ده بنسميه اسم. ده عايز اديله اسم هنسميه ريش الشكل طبقا لشكله، او ممكن نسميه جرثومي، وده بنسميه قلب الشكل او بنسميه الطور المشيجي. كده عندنا طور لكن هنا كان فيه 6 اطوار. طيب الطور ده نون ولا 2 نون؟ الطور ده 2 نون. طب والطور ده ايه؟ نون. ده كده مراجعه سريعه. طيب الطور ده اهو على السطح السفلي بتاع الورق في حاجه اسمها بثره، يبقى احنا نقول يا باشا ان احنا عندنا حاجه اسمها بثره. البثره على السطح السفلي نون ولا 2 نون؟ 2 نون. جوه البثره في حفظه، الحفظه نون ولا 2 نون؟ 2 نون. طيب جوه الحفظه في خلايا جرثوميه اميه نون ولا 2 نون؟ 2 نون.
امسك بقى الخلايا الجرثوميه الاميه ديت واعمل لها انقسام ميوزي، يعني هتدينا نون. نون دي بقى بنسميها ايه؟ بنسميها جرثومه. بس احنا مش هندي حضرتك جرثومه واحده، احنا هندي كذا جرثومه، يبقى احنا كده بنكتر بالعدد. خلي بالك بقى ان ديت تدينا 4، ما بالك بقى الحافظه فيها كام جرثوميه؟ طب البثره بقى فيها كام حافظه؟ طب عندنا كام ورقه بكام حافظه؟ احنا لو مسكنا النبات دهوت وهزيناه كده هيقع منه جراثيم كتيره، كل جرثومه بقى من دول تدي واحده من دي، يبقى احنا كده يا باشا عندنا عدد كتير جدا، يبقى هو ده كده التكاثر. يبقى ده تكاثر جنسي ولا تكاثر لا جنسي؟ تكاثر لا جنسي بالجراثيم. طب استنى بقى، دي لما تقع على الارض ويحصل لها حاجه اسمها انبات، محتاجه وسط عشان تنبت، محتاجه وسط، والوسط ده لازم يكون فيه ايه؟ ميه. طب حضرتك لما ننبت في وسط الميه الخليه الواحده دي ازاي تدينا كل الخلايا اللي موجوده جوه الشكل ده؟ اكيد هتعمل حاجه اسمها انقسام ايه؟ ميتوزي. طب استنى، من هنا لهنا الانقسام ايه؟ ميوزي. يبقى حضرتك لما نعمل تكوين جراثيم ميوزي، مع ان التكاثر اللاجنسي بتاع الفيديو اللي فات كل الجراثيم ميتوزي، هنا يا باشا في انقسام ميوزي. طب حضرتك عشان ننبت يبقى انقسام ميتوزي. طيب تعالى هنا نبات قلب الشكل، هنا في جزء كده شويه حاجات خلايا اتجمعوا مع بعض فعملوا حاجه اسمها مناسل، وهنا برضو في شويه خلايا اتجمعوا مع بعض عملوا حاجه اسمها مناسل. المناسل دي بنسميها مناسل مذكره، والمناسل دي بنسميها مناسل مؤنثه. طيب المناسل المذكره دي بنسميها انثيريديا، والمناسل المؤنثه ده هي بنسميها ارشوجونيا. حلو، انثيريديا وارشوجينيا. طيب الانثيريديا ده هو بينتج لنا حاجه بتعرف تسبح، والارشجونيا دي بتنتج لنا حاجه مش بتعرف تسبح، ده هيروح لده عشان يخصب، يبقى ده كده هنسميه مشيج مذكر. طب وده هنسميه مشيج مؤنث. دكتور ركز معايا، احنا عندنا نبات عليه في السطح السفلي بتاعه مناسل مذكره ومناسل مؤنثه، يعني زي الخصيه والمبيض. المناسل المذكره جواها مشيج زي الحيوان المنوي، والمناسل المؤنثه جواها مشيج زي البويضه. عايزين نسمي ده ونسمي ده، حضرتك ده هنسميه سابحات مهدبه، يعني بتعرف تسبح بسبب الاهداب اللي فيها. طب حضرتك المشيج المؤنث اسمه ايه؟ اسمه بويضه، زي اي حته في اي كائن. المطلوب بقى يا باشا ان احنا هنجيب ده نوديه لهنا، تمام، بس مش هيبقى واحد، هيبقى كذا واحد من ده وكذا بويضه من ده، يعني احنا كده هنكتر العدد. يبقى نكتب على السهم الاسود ده ايه؟ نكتب يا باشا اخصاب. وطالما انت كتبت اخصاب يبقى تكاثر جنسي ولا جنسي؟ جنسي. عاش يا وحش. يبقى من هنا لهنا عملت تكاثر لا جنسي. طب وهنا يا باشا عملت تكاثر ايه بقى؟ جنسي. كده احنا خلصنا الدوره، بس نكمل بقى بقيه الخطوات. من هنا لهنا كده هنكون حاجه اسمها ايه؟ لاقح. حلو، واللقاحه دي نون ولا 2 نون؟ 2 نون. اللقاحه ديت لو هي بقى على شكل نبات، يعني هتبقى نبات بالشكل ده، هيبقى ليه جدر. قبل ما يكون الجدر ده هيتغذى على الشكل القلب الشكل. طب وحضرتك لما يكبر ويكون لنفسه ورق ويعمل عمليه بناء ضوئي، خلاص هيستغنى عن الشكل اللي هو القلب ده، فالشكل القلبي هيضمر ويكش، والشكل الاصلي ده هو هيكبر تماما وهيبقى بالمنظر ده. بس ده هيبقى 2 نون ولا نون؟ 2 نون عشان جاي من اللقاحه. يبقى اللقاحه الواحده عشان تدينا النبات ده هتستخدم ميتوزي. يبقى يا باشا دي عشان تدينا الجرثومه ميوزي، وهي الوحيده بس اللي ميوزي، لكن عشان ننبتها نعمل ميتوزي، عشان نكون المناسل نعمل ميتوزي، عشان نكون الامشاج نعمل ميتوزي، عشان نكون النبات اللي هو الريش الشكل هنكون ميتوزي. طب هنا يا باشا المناسل دي عشان تنتج الامشاج بتاعتها اللي هي المذكره والمؤنثه هتستخدم ميتوزي ولا ميوزي؟ هتستخدم ميتوزي. يبقى انت عندك نحل العسل زي ما قلت لك في الفيديو اللي فات، ذكر نحل العسل ينتج بالميتوزي، اناث المن ينتجوا بالميتوزي الامشاج بتاعتهم، وكذلك الفيوجير ينتج الامشاج بتاعته بالميتوزي. وكمان الامشاج اللي هنا دي لو عايز تعرف ايه الانقسام اللي استخدم قبلها برضو انقسام ميتوزي. بكده يبقى احنا خلصنا تعاقب الاجيال. في الفيديو اللي جاي هنشرح الاقطران، والفيديو اللي بعده ان شاء الله هنشرح التكاثر الجنسي بالامشاج في الانسان والنبات. اشوفكم الفيديو اللي جاي.